المصري في هذا اللقاء يتم الكشف المجاني على الجالية السودانية. سعيدنا النهارده ان يكون معانا. السلام عليكم. معك هلال جعفر عبد المجيد، متطوع في منظمة التضامن المصري وتعزيز السلام. اللجنة المركزية أو اللجنة الاجتماعية في الإسكندرية. في الحقيقة نحن كان عندنا في الفترة اللي فاتت كمية من الفعاليات مع اللاجئين ومع المساكين. كان في منظمة زي الجزء منظمة بتاعت التضامن وزعت منظمة زي بعدد كبير جدا، وكان في بطانيات برضه عشان نشيل وحاليا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري عملنا غرفة طبية مجانية فيها 3 عيادات، عيادة بتاعت بطنة وعيادة بتاعت أطفال وعيادة بتاعت نساء ودولية، بالإضافة لصيدلية مجانية. جميل جدا. يعني انا شايف ان هو ما شاء الله التعاون ما بين الهلال الاحمر المصري والمتطوعين الساده اللي هم اللي بيكشفوا والعيادات اللي موجوده شيء جميل جدا، وشايف ان يعني الناس كلها مبسوطه. والله الناس بجد يعني في ناس وضعوا شويه يعني هم محتاجين لرعايه صحيه، وضعهم المادي ما بيسمح لهم انهم يمشوا للمستشفيات، فنحن بنشكر الهلال الاحمر اللي بيتعاون معنا عشان يقدم خدمه لعدد كبير جدا ما شاء الله من اللاجئين. نتمنى التوفيق كل التوفيق والتعاون بينكم وبين الهلال الاحمر والشفاء لكل المرضى ان شاء الله. كل الشكر لك. حبيبي شكرا لك كثير يا استاذ محمود، والله نورتني انت ما شاء الله يعني كنت مهتم جدا انك تغطي كل الفعاليات بتاعتنا. كان برضه فاتح عندنا فعالية بتاعت عن الصحة النفسية وإعداد الأزمات. محمد عبد الرحيم. يا سلام عليكم. كان عندنا عبارة عن ورشة عن الصحة النفسية وإدارة الأزمات مع الدكتور محمد عبد الرحيم. نشكره برضه جدا جدا والله على التفاعل بتاعه. واحنا بنشكرك ونتمنى لكم كل التوفيق وكل الشكر للهلال الاحمر المصري والتعاون معاكم، ونتمنى الشفاء لكل المرضى. كل الشكر. اعزائي المشاهدين